اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم جيتكم بوصفة القلاية التونسية متاع العيد. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. متنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا خذيت طنجرة حطيت فيها الزيت وحطيت البصل، وهنا حطيت اللحم والكبده والقلب والكلوه وما لازم القلايه الكل. باش نفوح حطيت مغرفه ملح ومغرفه فلفل اكحل وشويه كركم، وباش نخليها تتقلى. باش نخليها تتقلى في عقلها. هنا زدت شويه فلفل احمر بعد ما تقليت شويه، كيف نخلطوها بالكدا. باش نزيد شويه هريسه عربي. اللي ما يحبش هريسه عربي ما يحطش. هنا انا قصيت طماطم مكعب، مانيش نحط فيها طماطم معجون، نحط فيها طماطم مكعب. قصيت طماطم مكعب، قشرتها وقصيتها مكعبات وباش نحطها معه. اللي يحب يحط طماطم معجون يحطها، مع الاكثر ما تجيش فيها طماطم معجون، طماطم مكعب. هاكا هنا ما تصورتش كيف حطيت الطماطم. بعد ما حطيت الطماطم حطيت شويه ماء، ما تحطوش برشا ماء. هاكا كيف تشوفوا فيه. باش نحط المشمش الشايح. اللي ما عندوش ما يحطش، مش بالضروره، اما جربوها بالمشمش الشايح تجي بنينه على الاخر. وهنا باش نحط الزبيب بعد ما غسلته بالطبيعه في الاخر. هذوما المشماش الشايح والزبيب كي صاي طابت القلايه متاعي. شوفوها كيفاش. باش نحط الفلفل. خديت 2 قرون فلفل قصيتهم خشين شويه وحطيت. شوفوا القلايه كيفاه. وهنا القلايه متاعنا حضرت، جات بنينه الحقيقه. متنساوش تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. متنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلامه، في فيديو قادم.